سلام، وش راكم؟ توحشتكم، عندي بزاف ما طليتش عليكم. جيتكم اليوم بالوصفة تاع قلب اللوز، اسهل واسرع وصفة من اليوم. ما تزيديش تقولي ما يستقليش قلب اللوز. جيبي سنيوة اللي راكي حطيبي فيها باش ما توسخيش الماء بزاف. ديري 6 كيلات سميد خشين و3 كيلات سكر، نخلطوا النواشف مع بعضهم ونديروا كيلة زيت، كيلة لبن ولا رايب، ونزيدو نديرو كيلة مزهر. نمزجو الخليط بالمغرفة تاع الحطب، مباك نبداو نستعملو في يدينا. نوزعوه بيدينا على كامل السنيوة، ومن بعد نبداو نسطحو فيه بالمغرفة تاع الاكل. نقطعوها على شكل مربعات، من بعد نضيفو الكاوكاو ولا اللوز. نكملو تزيينها وتقطيعها. نديروها داخل الكوشة على درجة حرارة 200. نزيد نضيف لكم معلومة، لازم تكونوا مسخنين الكوشة على الأقل نص ساعة. وهنا نبداو نحضروا في الشربات. في الشربات نديرو 3 كيلات سكر، 5 كيلات ونص تاع الماء، ونص كاس مزهر. من بعد نحطوه فوق النار يغلي ونحركوه بالملعقة تاع الخشب. بعد ما تغلي نزيدو 10 دقايق ونطفو عليها ونخلوها تبرد بجيح. كي يحمر قلب اللوز من الاطراف نشعلولو من الفوق. بعد ما نخرجوه من الكوشه وهو هكاك سخون، نلوحو عليه الشربات اللي تكون بردت، ونخلوه من 4 إلى 6 سوايع باش يشرب مليح. وبعد 6 سوايع يعني عاودت وليت ليكم وقسمت لكم مرصو. شوفوا كش خرج. البنة تاعو ما توصفش كاع، بنين يشهي. واللي تكون عندها المقادير دوك لازم تروح تجربوا، لخاطرش على بالي وعلى بالكم باللي حيخرج بزاف بنين. وما تقولوش باللي ما نعرفش نطيب، ما نعرفش نخدم، ما ينجحليش، لخاطرش هذه هي اسهل وصفه مديتها لكم. وهاد المقادير كاينين في كل دار، يعني مالك غير طيبي وترجعي بالخبر برك، وتكتبي في لي كومونتير بلي راهو نجح لي وجابنين بزاف. مالي غير نطلب منكم ديروا لي جيم وابوني وتعليق. سلام.